لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها هي علم بدن بأن نوجد دقيقة بوي فرنسية مسلمة مثقفة ثقافة عالية زوجها داعي إلى الله قبل فرنسية دا أو مسلمة دا أو أقول لي أو جامعة العلم المادي قد تقارنوا وحبرتي نكيبنا وأنين داعي ودعوة كشغية والديها غير مسلمين لكن لما يدوا والديها مسلمين ما هو قالوا يدوا ما مسلمة دا. أول جماعة خرجت 40 يوم من فرنسا إلى باكستان waxay gabadha ku jirtay jamaacadii horeysay ee France ka baxday ilaa iyo Pakistan afartan cisho كل النساء يقولون ما رأينا مثل مرأة مثلها dumarkoo dhan waxay yiraahdaan gabadh lamid ah waligay ma nu arkin ما عندها دقيقة من حياتها تضيعها فيما لا يعني إلا إما دعوة إما تعليما إما تعلما إما ذكرا. حتى النساء إذا كانوا تكلموا في الدنيا في قال وقال هي إما تغير كلامهن بالدعوة ولا تقوم لا تجلس معهن. waxay yiraahdaan gabadha waxa laga arkay sifada cajiibka laga arkay waxa kamid ah daqiiqad waqtigeega kamid ah ma la yaani kuma dayacdo ama way cibaadaysanaysa ama quraan bay akhriyaysa ama salaad bay tukanaysa ama waxbarasho ku jirta ama dacwad bay ku jirta xataa dumarka kale oo wax kale ka sheekeynaya haddii aragto intay la fadhiisato ay hadalka uga bedelaysayo kalaam diin waliba bay u bedelaysaa. رجعت من 40 يوم في بيتها مثل المسجد جعلت مصلى 3 بنات وولدين كل يوم حلقة التعليم في البيت حتى أولادها وبناتها يعني تربوا على حب الله وحب الرسول شيء عجبا عجابا. وعلي أفرتك مركي كسر نقطي بريجي واحد كو عمرتي أعمال بل بريجي واحد كدك تسد مساجد كوكل سد عبلود يلا بويل بيلاهيد أوقات بريجي ودن واحد كدك إما صلاة إما قرآن إما دعوة إما تعليم أفر إلى ما تك ساعة بريجي يدخلون وذكروا كو عمرا أعماش النبي عليه الصلاة والسلام. عندها قيام الليل في الليل بين يدي خالق الكائنات تناجي رب العالمين زوجها يقول أن تقوم تصلي الليل ثم كذلك صباحا تكمل أذكارها مساء قبل النوم تكمل أذكارها دائما مشغولة بطاعة الرحمن. اسمعوا يا إخواني وأخواتي مثال عظيم في هذه المرأة. وعند قبضها سيابين جينا صلاة الليل كما بدأ في جريمة ساعة ضمونا بيقع جرتي قرآن كيكا ذكر كيكا أذكار تيدا استغفار تيدا صلاة الصبح انت اللي قاعدين بيدما يصير جرتي وعند قبضها سوا قبض نولش يدو نكو عمرت إلهي طاعتي سي قصد باني قشة يجي سيبودي. قبل 5 سنوات بالاختصار قبل 5 سنوات أصابها مرض كونسر السرطان عافانا وعافاكم الله. 6 سنة كهر قبضها حنوك وحا كود علي هذا كانسر هي كود على جركيكا سرطان فالأطباء قالوا خطير انتشر في جسمها. دكتور دي وحيد هذين حنون كانت جركي يجيب وكف يدي قبضها وخطر هدي طوله. اسمعوا نادت زوجها قالت يا زوجي قبل أن يأتي الموت نريد نكمل ديني يا زوجي أريد نكمل ديني يا زوجي. ماذا أنت ما عندك دين كامل؟ قالت لا ما زال موسم الحج حجي ما حجيت لكي نكمل ديني 5 فرائض 5 ركائز الإسلام أنا ما حجيت يا زوجي كيف نموت ونلقى الله بغير حج يا زوجي اعمل معروف خذني إلى بيت الله الحرام. waxay ku tiri markaa ninkeygii waxaan doonayaa intaanan dhiman ajashu aynani iman inaan diintaydii aan dhamaystirto diin kaamil aniga wala inaan adduunyada ka tago laana arkaan islaamka xajka kamida waxay tahay anigu wali ma xajin muusimkii xajkana waa la gaaray waxaan doonayaa oo niyeysanahay inaan ilaahay gurigiisa tago soo xajiye xajkii noo qaba qaaday bay ka tiri markaas. قال يا زوجي انت مريضة لا تستطيع تحركي خطير. قالت يا زوجي الله سيقويني لكي نؤدي موسم الحج يا زوجي خذني ولا تخاف. markaasuu ku yidhi nawaad bugta adigu oo xanuunka jirkaagii buu ku fiday ma kici karaysid xajkuna qof caafimaad fiican oo caafimaad ku dhan yahaa ku fiican markaabay tiri ilaahay uu karaa inuu quwad aan ku xajiyey siiye adigu ma aragtaana kaco hawsha xajka ii bilaab ilaahay baa xajka geeyo xajisiinaye. ذهب زوجه إلى السفارة السعودية جاء الخبر من المملكة السعودية أن قفل الحج ما بقى يعطوا تأشيرة واحدة مهما كان الشخص لابد خلاص جاء الخبر من الحكومة نقفل موسم الحج. سفارة دي بوتجي باسبور كيجي كيس دي انتو قاضي سفارة دي مربوطة وحال لقيري حج ولا جوجي خلاص في ذي حج وادا مالت ردين ويبع سنتي أمر قاسنا وحكي ده بقرطوية ده والله غفلوا أردا سويدا ما تلقيني. فرجع أخبرها اسمعوا إخواني وأخواتي
فلما أخبرها قالت له إن عندي خالق الكائنات، عندي مالك الملوك الذي بيده كل شيء. قامت صلت ركعات وقالت يا ربي أنت الفعال لما تريد، كل شيء بيدك، أنا عندي يقين عليك، اللهم سهل لي التأشيرة يا رب العالمين. ما كملت الدعاء إلا من غد جاء الخبر من ملك السعودية، قال للسفارة نريد بعض الضيوف يأتون ضيوف عند الملك الدنيا، يأتوا يعني تأشيرة من باب الخاص، طائرة خاصة، مسكن خاص في مكة، في المدينة مسكن خاص، كل شيء خاص. وجاء زوجها وهي في القائمة متاع الجماعة ماشي ضيوف الملك. ku tiri ninkeygii ilaahay waa qaad markuu yidhi waa la xidhay oo baasaboorkii waan geeyey oo xashki u dhammaaday ayay tihi maybe salaad intay tukatayba ilaahay baraday tiri ilaahayow aduu awood waxaad leedahay mutlaqa inaad xashkay geyso iyaku wax ma hayaan adigaa facaala amarka adigaa iskale sanadkan waa niyooda xashka inaad tegee ilaahaw xashka igee bay tiri igee gurigaaga ilaahu gee albaabkaaga ayaa furane albaabki ilaahay bay garaacday deedna amar baa ka yimid xaggii boqortooyada maaragtaan sacuudiga oo la leeyahay waa intaasoo dad ayaa boqorku diyaafad martigelin u sameeyey fiisaha soo siiya diyaarad khaasaa lagu qaadi xajkana meelo khaasay leeyihiin muwaasalaad iyo baabuuro khaasay leeyihiin soo qaada gabadhi iyo ninkeegiiba liiskii dadkii markaa diyaafada boqorka ku jiray ee martiqaadka boqorka ka helay ayay magaceegii iyo magacii ninkeeguba ku soo baxay. توجهت إلى مالك الملوك فالله سخر ملك الدنيا فأعطاها كل شيء بالسهولة. boqorka boqorada ee adduunyada iskale ayay ilaahay taladii isaga u dhiibatoy ilaahay bay bariday ilaahay caza wajal wuxuu soo sakhiray boqorkii sacuudiga لأن مقعي قائمة دي وحو كجر مارك أنا ضد العجزين. اسمعوا إخواني وأخواتي كل كلمة في المستقبل لها أثر كبير تحرك الجبال. دقيت يقول هذا الله صوص هذا كلمة كسوق قصة قبلها كوستافسن تأثير بالغ ولا شيء نقول هذا عيب. زوجها نعرفه معنا في الشورى. زوجها قال لما ذهبت هناك كأن لم يكن بها مرض في السرعة وفي كل الوسائل قامت في كل المناسك إلا ولها نشاط عجيب. عرنين كيجو ومن صاحب كي أقول أنك أهل الشورى أنا جمدا وماني والبنيل جوج يسقى حواش النفسين هيا وحيد مرة اللي مرجي عن حشي تجني إلهي عز وجل قبضي وحاد مدان توحنونك كقاضي إنه قوتي عافمات جليي إلى حش أي كذا ميزين يسوي عودوا عافمات قبطي. لما رجعت سقطت في البيت وزاد عليها المرض فأخذوها العملية 7 ساعات في العملية إخواني وأخواتي 7 ساعات في العملية. لما قامت من البنش قال زوجها كيف حالك؟ قالت والله قلبي يكاد يتفجر من النور. لماذا؟ قالت لأن لما بدأ المنش وبدأ العملية رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامي حبيب الله واقف أمامي رسول الله واقف أمامي. لما انتهيت من العملية والبنش رسول الله ذهب تمنيت نبقى في العملية كذلك. وحاولي ولا لا مرة اللي مرجع حاشك فصل نقطي ويرد عدي مرجع حاشك جوكتي حنونك ولا قاعد جرتي قوة معي لهاي قليي أي عماشي حاشك ودنا كسر دم يستي قولي جاي مرجع كل نقطي ويرد عدي دكتور كو جاي وعيبك الشيء كوما بيجي شيء تضبط ساعة ضد بعد قليل دكتور ده كل جرين ونفسه يجود أي كم غني ولكن تضبط ساعة ضد كذب markii qalliinkii la dhameeyay naftu ay ku soo noqotay ee suuxdiinkii ay ka soo kacday ayuu ninkeyga ku yiri iska waran markaasay ku tiri wallahi waxaan u dhawaaday nuur daraadeed inaan qarxo waayo 7 saacadood ee qalliinka aan ku maqnaa wajigii nabigeena Muhammad alayhi salaatu wassalaam ayaa sida ay hor joogoon eegayay bay tiri nuurkiisii ee qalliinku mu isii dheeraada si aan wajiga nabiga aragtidiisa ugu raaxaysan bay tiri. تمنيت تبقى في العملية كذلك. وعن تمنيت تري إن عملية قليل كان يقول جري دكتورك إن يسيق على جعل هذا بيتري. يا زوجي خذني لبيتي نموت بين أولادي وبناتي خلاص جاء الوقت يا زوجي خذني إلى البيت. وعيت لي أنا كساعة دي وين دماتي يقطع دكتور كانوا عيال كيجي يدحجي أقل كيجي أوبت كيجي يدحدوا لها سكدين تبيتري. في ذاك الأسبوع مات يوم السبت ونحن عندنا مشهور أوروبا في بريطانيا. زوجها لابد يمشي معنا. كنا من عادة نمشي يوم الخميس الجمعة في الطريق نوصل في دوزبري يوم الجمعة مساء تبدأ المشورة السبت المشورة يوم الأحد صباحا نرجع. فزوجها لما رآها في سكرات الموت قال أنتم امشوا وأنا لا أستطيع لأن زوجتي في سكرات الموت. وعوري مركا أسبوع وحان لهين بودي مشهورة دي أوروبا أيها لقو قبنية مارك كانت بريطانيا إنجليز كان لقو قبنية وحان ترتيبتنا خميس باس عنا جمعنا طريقا كسي جرنا سبتي شورب وي بلابنتا marka safarkii guda galay ayaan ninkeyga noo yimiday wuxuu wallahi gabadhii aad bay xanuunsantay ayda waa sakaraad weeyaan anu nima raaci karaye ii shuurayo inagu sii socday buuri daanu ka batay karaye. اسمعوا إخواني وأخواتي اسمعوا
تضحيات الفرنسية المسلمة الجديدة. اسمعوا قبل الفرنسية المسلمة الجديدة سيدة دينته وقهرتي أي دينته وقتضحيوت اللي يقول الشيخ. يا زوجي لماذا ما ذهبت المشورة؟ لماذا ما ذهبت المشورة؟ فهو تردد. قالت له عرفت أنك تريد تبقى معي وأنا نموت وأنت بجواري. يا زوجي ليس في فائدة تبقى معي عند موتي، فائدة لي عندما تكون خارج ويأتيني ملك الموت. يا زوجي المرأة تحب تموت وزوجها بجوارها، نريد نضحي تضحية أخيرة أن نموت وأنت خارج في سبيل الله حتى الله يعطيني على درجة في الجنة. markaas ninkeygi ku tiri maxaa kaa reebay shuuradii aaway culimadii soo mashhuuradii ma jirto maxaa ku reebay adiga markaasuu daa u sheegu yidhi adigii baa sakaraado waa la reebo adaa ku hadhay markaasay tiri ma waxaad doonaysaa inaan agtaada aan ku dhinto anigu miyaad doonaysaa bay ku tidhi anigu waxaan jecelahay tidhi inaad adigoo iga maqan aan dhinto si ilaahay ajar ziyaadaa ii siiyo oo taas adoo iga maqan oo dhintaa ii faa'iido badane la joogaad ila joogteen agtaada ku dhimanayo aniga faa'iideeyi male gabdhuhu waxay jecel yihiin raggooga agtooda inay ku dhintaan laakiin anigu waxaan jecelahay tidhi adoo ilaahay dartii u maqan inaan dhinto naftu ay ga baxdo si aan aakhirkayga nolosheeda inta u dambaysana aan diinta ilaahay ugu tadxiyoodo baqaa'uka laa yufiidunii la joogaad aniga ila joogta waxba ima taraya ka tidhi لا يفيدني نريد نضحي آخر تضحية قبل خروج روحي. أنت النفط أنا جاي يقبحن تضحيتي أردن بيسين دين أهره أي أجعلها يتري. ودفعته حتى ركض في الطائرة يوم السبت صباح والتحق بنا. أرد الصعبة كتير مركز في الدبر كسوق عيسي سبت دي ومركز أنا قد بيبي دي أنا كنت جون جيوز بري أو ما كان إنجليز كنا جيندو زيارة صراعي. أنا كنت حاضر في ذاك اليوم الساعة 10 وصل عندما وصل جاء التليفون زوجتك انتقلت إلى جوار الله رحمها الله وعند ذلك كل من راه بكى. sabtidii tobankii subaxnimo marka uu yag joogay telefoon baa ka daba yimiday oo loo sheego la yidhi islaantaadii ilaahay raxmadiisa ku intiqaashay oo islaantaadii adduunyada way ka dhimatay sabiri baan allah ka siiya laga yidhi waana nag joogay telefoonku markuu u soo dhacay ahbaabtii oo dhanna way la wada ooyeen buuri waa laga naxay buuri geeridaas شاور المشايخ يرجعوا فورا في الطائرة يرجع فورا مشايخdu waxay ugu suureen marka inuu isagu degdeg u diyaarad kale ugu noqdo oo aadka ka qayb galo يا اخواني مع الكلمات الاخيره مهمه جدا فلما جاء اليوم المعلوم في مسجد كبير في إبري مسجد كبير جدا فوق للنساء وتحت للرجال واتوا بجنازتها في الصندوق والله جميع النساء من فرنسا يعرفونها ويحبونها حضروا بالغرابي مثل الغرابي بالسود والرجال كذلك حضروا بالسنه والعماير والله يا اخواني ذاك اليوم لا انساه قبل الجنازه صلاه الجنازه قبلها كلام الدعوه الى الله بعد الجنازه كلام الدعوه اخذناها الى قبرها قبل الدخول في القبر كان كلام الدعوه كان الدعوه معها تشيع حتى للقبر وعوري مركز soo noqday isagii iyaan soo wada noqonay buuri waxaan ka soo gaarnay buuri aadkii masaajid weyn oo jaamica ayaa meydkeegii la keenay dushana dumarka masjidka buuxiyay hoostana ragga ayaa buuxiyay gabadh muslimada oo daaciyada oo xijaaban oo niqaaban ma joogin wadankaas ilaa janaazadeedii aaskaygi waa laga soo wada qayb galay raggii ducaad oo dhan way ka soo qayb galeen gabadhaas waxa cajiibkan ka arkay buuri waxaa kamid ah salaata janaaziintii lagu tukan bayaan baa la jeediyey salaadii markii laga baxay bayaan baa la jeediyey qabriga markii la dulgeeyey bayaan baa la jeediyey qabrigii markii ciidda lagu rogay bayaan baa la jeediyey limaada laana gabadhu daaciyad bay ahayd maydkeegii iyo aaskeygiina dacwadda ka socotay maalintaana ma iloobi kara buuri maalin la iloobi kara maaha اسمعوا الكلمة الأخيرة بناتها النساء أخبرنا النساء بنات يضحكنا فرحات مسرورات سألوا أمكم ماتت لماذا تضحكنا قال ليس هذا يوم الحزن هذا يوم الفرح لماذا لأن أخونا محمد أخونا الكبير محمد يوم الجمعة في الليل رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينها عمر بن الخطاب على يسارها والصوت ينادي من السماء هذه من أهل البيت waxaa siica ka siica jabada guri dhegeysta waa soo khatimayna madadke gabadhii kumaskeegii gabdhaha ay dhashay wayba iska ciyaarayaanba dad geeri ku dhacdayba uma ekaba iska qasasla iska farfarxayaan markaasee dumarkii waxay ku yidhahdeen hooyadiin baa dhimatee maxaad la murugoon inaad la faraxsantihiin waa maalin murug oo la geeriyooda weeyaane waxay yidhahdeen habeennimadii jimcihii walaalkaya maxamed ayaa ku manaamay hooyadayo oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xagga midiguu ka joogo cumar binu khadaabna xagga bidixuu ka joogo sabadana laga dhawaaqo la leeyahay heblaaye hebel waa ahlulbeytkii nebiga ka mid tahay calayhi salaatu wasalaam عملت قليلا وأجرت كثيرا هي البيجامات عمل فشوديته وتطيوتي لكن أجر وين إلهي واسيه هذه مسلمة جديدة ماذا المسلمات القديمة
التنظيمات في جيبوتي في كل مكان. ماذا؟